لكل نادي انطوه فرصه انه يكمل 30، يعني كل نادي يضيف 5 لاعبين. والخيار الثالث وهو هذا المستبعد، بس انا استغرب شلون انطرح هذا يعني عد رؤساء الانديه من طرح الاتحاد قالوا رايحين بعد المرحله الثانيه نروح بمجموعتين. كابتن هاي هو القرارات اللي اجت. كل الخيارات حبيبي، نعم. كل الخيارات خطأ، لأنه ما ممكن أنت تغيير النظام الدولي في نص المرحلة الأولى. ماكو في أي دول بالعالم هذا التغيير، فقط بالعراق موجودة. لو بالبداية أسوي مجموعتين كل أسبوع مباراة واحدة، لو ماكو شيء أنت بالنهاية المرحلة الأولى والله مجموعتين أو ضغط المباريات، هذا ما صاير. أنت تدفع الفلوس حوالي 4 مليارات، ما هذه 3 مليارات للليغا 5 مليارات دينار عراقي تدفع للليغا، وما عندك منهاج، ما عندك كراس، على شنو أنا أدفع؟ وهناك بالاتحاد اكو موظفين يعرفون يسوون زين. جدول ويسوون روزنامه ويورون على انديه مثل شاب وصادق اللي موجودون الان في لجنه المسابقه بدون شغل بدون عمل. الان لا ليغا اعتقد وحلقه زائده، انا بالنسبه كرأي شخصي حلقه نعم. زائده التعاقد مع لا ليغا. زين كابتن، سابقا بعهدكم هم كان اكو تاجيلات، هم كانت المنتخبات من تلعب هم يتأجل الدوري. هذا واحد. اثنين، هم الدوري يروح للشهر الثامن والسابع. كابتن استاذ بالبدايه موجوده في الروزنامه شو وقت انت تاجل الدوري. مو اني فجاه انا اجل الدوري والله اجمع المنتخب او ما عندي مجال واضغط المباريات. لا، هذا شيء خطا. من المفترض في البدايه موجوده الروزنامه شو وقت توقف الدوري، شو وقت ايام الفيفا موجوده لكل العالم، لكل الانديه العراقيه او المدربين يعرفون شو وقت يتوقف الدوري. مو فجاه انا يعني اجمع المدربين او الادارات الانديه تعالوا نغير النظام الدولي. ما صاير. هذا فقط اول مره تحدث في العراق او في دول العالم تحدث يعني هذه نعم التخبط. استاذ عبد الخالق، يعني بوقتكم كان اكو تاجيل للدوري. الدورينا يوصل للشهر السابع والثامن بوقت اتحادكم، بس انت حضرتك تقول كان اكو يعني عد الانديه علم بهذا الشيء، مو؟ نعم كان بالبدايه يعني انتم علم شو وقت يتوقف الدوري. الان ماكو، ما حد يعرف شو وقت الان. هذا النظام، تغيير النظام المسابقه شيء خطا. اعتقد من المفروض على الانديه، جميع الانديه ما يقبلون على تغيير النظام الدولي، ويبقى النظام كل 5 ايام ايضا